صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. مكملين مع بعض طبعا سلسلة النواعم بتاعة العيد، والنهاردة هنعمل الغريبة بشكلها الجميل ده. سهلة وبسيطة خالص، بس خليكم معايا لاخر الفيديو عشان في ملاحظات هقولكوا عليها. مكونات الغريبة عندي سهلة وبسيطة خالص. كوباية سمنة بلدي او سمنة الموجودة عندكم في البيت، وعندنا كوبايتين دقيق ونص كوباية سكر ومعلقتين لبن بودر. ينفع نعمل الغريبة بالزبدة؟ لا، ما ينفعش نعملها بالزبدة عشان الزبدة فيها سوائل، والغريبة ما ينفعش يتحط فيها سوائل. تمام، يعني هي بتتعمل بسمنة بس، سواء سمنة بلدي سمنة نباتي اللي موجود في البيت نعمله. هجيب بولة وانزل فيها كوباية السمنة، واجيب بقى المضرب كهربائي مضرب يدوي، بس اهم حاجة نضربها كويس لحد ما لونها يبقى فاتح كده وتبقى كريمية. ضربت السمنة شوية لحد ما لونها بقى فاتح كده وبقت كريمية. هبتدي اضيف عليها السكر. ويا ريت لو هنطحن السكر في البيت نطحنه كويس وننخله، يا اما نشتري سكر جاهز من بره مطحون جاهز عشان بيبقى انعم من كده. هي بتاخد معانا شغل شوية عشان تدينا نتيجة حلوة ما تشققش معانا، وهقول لكم على حاجات يعني هقول لكم على معلومات ما تخليهاش تشقق معانا، والسوا بتاعها هيكون ايه. هفضل اضرب فيها شوية كده لمدة ربع ساعة، وطبعا بريح المضرب عشان ما يتحرقش معايا لحد ما القوام بتاعها تديني قوام حلو كده، تبقى كريمية وعاملة زي الكريمة اللي احنا بنزين بيها الجاتوهات. وشوف القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي، انا لو ميلت الاسباتولا كده ولا كده مش بتقع منها. هفضل احط الدقيق بقى واقلب بالتدريج واحدة واحدة، هقلب تقليب مش هعجن. وتملي الحلويات مش بتحتاج عجين معايا، بتحتاج تقليب بس. بلم العجينة بالشكل ده لحد ما الدقيق كله يختفي، وبعد كده هبتدي اعجنها. مش هعجنها، هلمها بايدي. انتوا شايفينها كده مفرولة، مش هتلم، لا هتلم معانا. هي شوية كده هتلاقيها لمت، اول ما اشتغل فيها بايدي كده وتسخن هتلم على طول، وهتبقى عجينة حلوة ومش مشققة، وهوريكم كمان. وبعد كده هنحطها ساحت، شوفوا ساحت في ايدي ازاي وبقت حلوة واتلمت كويس. هنحطها في التلاجة ربع ساعة او 10 دقايق ونشتغل فيها. شايفين العجينة مش مشققة كده؟ تبقى العجينة ايه، كويسة معايا وزي الفل. هنا بعد ربع ساعة خرجت العجينة وابتديت اشكل فيها بالشكل ده. شايفين مفيش اي تشققات فيها، عجينة حلوة جدا. محتاجتش دقيق معايا، يعني هما الكوبايتين بالظبط على نفس المقادير، ولا حطيت دقيق ولا زودت ولا نقصت. وابتديت اشكلها واحط عليها زينة كده من فوق، خرزة زينة. لو مش عايزين تحطوا اي حاجة عادي مفيش مشاكل. وكمان هقول لكم على ملاحظات حصلت معايا في اول صينية في التسوية بتاعتها، وكمان في الرصة بتاعتها. ده شكل الصينية بعد ما خلصتها، وانتم ملاحظين ان انا مزنقاها. وياريت على كده وبس. ده انا نسيت اهدي الفرن، سويتها في فرن عالي، فتعالوا شوفوا معايا اللي حصل لها ايه. شايفين بقى شكلها طلع ازاي؟ الطروف بتاعتها طلعت حلوة عشان مش متزنقة، يعني شوية مش مشققة، بس في النص عشان زنقتها. وكمان الفرن كان سخن في البداية ونسيت اهديه، شققت. فباقي الصواني انا وسعتها وهديت عليها النار. شايفين طالعة حلوة ازاي؟ فالغريبة خلي بالكم منها، ما تتسواش على درجة حرارة عالية، لازم الفرن يكون وسط حرارة. واسيبها بقى براحتها في الفرن من 20 دقيقة ل30 دقيقة لحد ما تستوي براحتها على نار هادية عشان ما تشققش. انا قلت حبيت اوريكم الملاحظات اللي حصلت معايا، انا مش بصور فيديو وخلاص، انا بعلمكم وبعرفكم الملاحظات اللي بتحصل ايه. وده شكلها بقى النهائي بعد ما حطيتها في ورق كده وحطيتها في الاطباق.
يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي انا قلتها، واحنا بنتعلم كلنا من بعض، مفيش حد كبير على التعليم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وشيروا الفيديو لاصحابكم. اشوفكم على خير. باي باي.